مطعم تشيكن دب الوكالة الأردنية أول مرة بالعراق تفتح فرع، وتحديدا بمحافظة كركوك، وقريبا راح يكون عندها أفرع بكل المحافظات العراقية. تعالوا خلينا نجرب هذا المطعم الجميل. يلا. وقبل ما نجرب الأكلات اللي موجودة بداخل هذا المطعم الجميل، تعالوا خلينا نشوف نظافة المطبخ. يلا. أنت أول ما تدخل هذا المطبخ الجميل كل شيء الستيل هو موجود هنا، ونظافة المطبخ هي مبينة قدام العين، وكل الدجاج اللي يستخدمونه هنا هو كله فريش ويوميا. بدأ يخلي الدجاج بالقلاية، نزله وعلى الوقت يستوي. هذا المطعم الجميل هو بشنو يتميز؟ يتميز بالدجاج الدبنج اللي موجود عندهم المقطس. تعالوا خلينا نجرب انا وياكم هذا المطعم الجميل. يلا تعال يا احلى منيو. المنيو مالتهم موجود باكثر من 20 ايتم من الاكلات الطلبيه اللي طلبناها نزلت. تعالوا خلينا نجربهم واحده واحده ونتعرف على اسماء. اول ما راح اجرب ناشف البوم، بس شوفوا الجمال مالته. هسه خلينا نقول بسم الله. يا جماعه النكهه عالميه وشويه سبايسيه، يعني فد شيء عالمي. هسه خلينا نجرب الكنتاكي الاوريجينال اللي موجود يمهم. يا عيني بس شوف الجمال بسم الله. شوف يا مستوي بالكامل. يا عيني. جربوا الكنتاكي الاوريجينال عالمي. هسه خلينا نجرب الكنتاكي الدبنج المقطس الناشفل، بس شوفوا الجمال مالته بسم الله. بصراحه النكهه مالته عالميه، واحلى شيء بيه شويه السبايسي مالته، يعني تحس حراره بسيطة بس كلش طيبة. هسه خلينا نجرب تشيكن راب اللي تكون بخبزة التوتيلا. بسم الله. شايف اكل انت ما تريد تفارقها ودائما تبقى وياها؟ هاي. هسه اجى الوقت خلينا نجرب الريزو محبوب الجماهير. بسم الله. اكثر شيء انا حبيته بهذا المطعم الجميل هو الدجاج مالتهم كليته فريش، يعني ينطيك نكهة عالمية بصراحة. عالمي. هسه اجى الوقت حتى اجرب ناشف الدش وبوجي بالشطل. بسم الله. على هاي النكهات اللي موجوده يم تشيكن دب فعلا يستحق واحد يجربه. تعالوا وياي وخلينا نعطيكم العنوان بالضبط وين صاير. يلا. عنوان مطعم تشيكن دب بدميتي، واكيد انصحكم تجون وتجربونه. العنوان مالته محافظه كركوك، عندك هنا في الكتل المحافظه القديمه فندق بلازا مول اوف كركوك، هاي المحافظه القديمه مطعم تشيكن دب.